سلام عليكم، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله، حياكم الله، بارك الله فيكم أخي الجليل، الله يرعاك. حياكم الله، حياكم الله وبارك الله في جهودك الطيبة، وكل عام وأنت في خير بذكرى فرحة الزهراء وهلاك الطاغية عمر بن صهاك الماضون. وأبدعت وجدت في ذكر ما ذكرته ممن مناقبه والتي يفتخرون بها من على قنواتهم ويقولون بأن لعمر شجاعة عندما قال: ألا وإني قد ملت بين أن أخافكم بالله أو أخاف الله بكم، ألا وأنا قد فسوت فها أنا أنزل لأعيد الوضوء. وساعد الله هؤلاء الذين كانوا يصلون خلفه. كيف تحمل هذه الرائحة الكريهة يا سماحة الشيخ؟ أحسن. أما من أحسن الله لكم. من الجرائم التي قام بها عمر على الاستعجال نذكر أولا أنه قام بالإسراع إلى السقيفة ومبايعة أبي بكر بالاتفاق مع رؤساء قريش وزعماء اليهود، وحلقة الوصل هي أبي سفيان. من جرائمه ثانيا تسيير اليهود للاستيطان في فلسطين لتكون أرض الميعاد الخاصة بهم، ذكره ابن الأثير في الكامل وغيره بإشارات في مواضع من تاريخه. الثالث الاتفاق مع الروم على فتح الشام وبيت المقدس بشرط تأمير آل أبي سفيان والسماح لليهود بالسكن في فلسطين كما في المغازي. الرابع تأجيج الفتوح لإشغال الرجال بالجهاد عن معرفة الدين. الخامس تأجيل إخراج المصحف الشريف والمنع منه، وانتداب سالم مولى أبي حذيفة لإكمال مصحف رقمي للحكومة، وانتقل المصحف إلى حفصة ومنها إلى عثمان، واعتمدت النسخة نفسها لإخراج المصحف بانتداب زيد بن ثابت الذي ولد وقت كان عبد الله بن مسعود قد حفظ كامل المصحف، ورفض ابن مسعود تسليم مصحفه فكسروا أضلاعه سحقا بالأرجل في دار الإمارة وقتلوه. وهدد أبي بن كعب الذي رفض تسليم مصحفه أيضا بالإعدام. السادس تحريم ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله والمنع من التحدث بها، ثم جمعها وإحراقها مرتين، مرة على عهد أبي بكر ومرة على عهد عمر. السابع تصفية المعارضين مثل مالك بن نويرة وسعد بن عبادة زعيم الأنصار وفاطمة الزهراء عليه السلام وغيرهم الكثير. الثامن فرض الإقامة الجبرية على الصحابة والقراء والفقهاء منهم خصوصا، وتعيين أخطاب الاتجاه الجاهل الرجعي في الولايات كإمارة. التاسع توسيع المال والعطاء بالأسلوب الطبقي وزرع بذور الصراع الطبقي الذي قضى عليه النبي صلى الله عليه وآله. العاشر زرع بذور الانشقاق عند الفئات الحديثة العهد بالإسلام كالمؤلفة قلوبهم بمنح حصتهم المفروضة في القرآن بحجة أن الدولة لم تعد بحاجة إليهم. الحادي عشر وضع بذور الفتنة عن طريق ابتداع الشورى وغيرها الكثير يا سماحة الشيخ، ولو تحدثنا لطال بنا المقام، ولكني أقول قد تبرأت من الجبتين تيم وعدي ومن الكلب العتل الأموي. أنا لا أعرف حقا غير حبر بالغري وثمان بعد سبطيه ومخدوم حفي. فرحة الزهراء هي بهلاك الطاغية. فلقد وجهت قبل أيام رسالة استفتاء إلى أحد مراجع الدين العظام وهو السيد محمد صادق الحسين الروحاني، عندما سألوه وموجود في موقعه الرسمي ما المقصود من يوم فرحة الزهراء عليه السلام، فأجاب باسمه جلت أسماءه: هو اليوم الذي قتل فيه من اعتدى عليها وتسبب في إسقاط جنينها وشهادتها. كذلك قام المرجع بتسمية السيد صادق الحسين الشيرازي في تسمية هذا الأسبوع بأسبوع البراءة، وقال: لدينا عيدان، عيد التولي وهو عيد الغدير، وعيد التبري وهو يوم 9 من ربيع الأول. وكما ذكرنا يوم أمس أقوال المراجع العظام من أن هذا العيد هو متسالما عليه لدى الطائفة لدى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وكما ذكر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر رضوان الله عليه: وأما الغسل 9 من ربيع الأول فقد حكي أنه من فعل أحمد بن إسحاق القمي بأنه يوم عيد لمعروف ما اتفق فيه من الأمر العظيم الذي يسر المؤمنين ويكيد المنافقين
وقد عثرت على خبر مسند إلى النبي صلى الله عليه وآله في فضل هذا اليوم وبركته، وأنه يوم سرور لهم عليهم السلام، مما يحير فيه الذهن وهو طويل، وفيه تصريح باتفاق ذلك الأمر، فلعلنا نقول باستحباب الغسل فيه بناء على استحبابه لمثل هذه الأزمنة، وسيما مع كونه عيدا لنا ولأئمتنا عليهم السلام. هذا ما موجود في جواهر الكلام الجزء الخامس صفحة 43. فيا عجبا وعجبا ممن يحاول أن ينكر فرحة الزهراء بحجج واهية، ونقول له بالشعر الشعبي العراقي العامي لخادم الشعار عندما قال: فرحة الزهرة شعار الرافضين، وانت جاي تريد تلغيها بعذر، يا أغم ما تدري من تلغي شي يصير. يعني نسكت بعد ما نلعن عمر؟ إن كنت في شك ولا تدري الأثر، ترفع يديك وقل إله العن عمر، أو كنت من عظم المصائب قانتا، فدع القنوت وقل إله العن عمر، أو كنت تخشى من عدو غاشم أو من طريقا ليس يخلو من خطر، فالعن أبا بكر وعثمان وقبل معا وبعده اهتف إله العن عمر. لا تدعي حبا لآل محمد إن كنت لم تبدل براءة من عمر، حب الولي حب النبي وآله مع حب من عاداهم، والدان عند ذوي النظر، فاملأ فؤادك بالولاية للوصي وبالبراءة من أبي حفص عمر، إن كان ما قد قلته يحلو لكم، صلوا على المختار والآل الغرر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم. الشريف عليكم السلام ورحمة الله.